السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد من مدينة جيسن الألمانية. هاي المدينة اني سكنت بيها قبل 3 سنوات وبعدين انتقلت، رحت لغير مكان. اليوم بالصدفة جيت عندي شغلة فقلت خلي اصور هنا فيديو، لان البجعات ما شاء الله باكل وحدة ايش كبرها. سبحان الله. باحن يجن هنا يعني قريبات علينا، لان متعلمات ينطونهن اكل وهذا. تعالي، وين رايحة؟ تعالي. مدينة جيسن مدينة كبيرة ومدينة حلوة وبيها الكم الرئيسي يعني مال اللاجئين. أنا جيت قبل 3 سنوات هنا، بقيت شهر ونص تقريبا بهاي المدينة، بعدين انتقلت رحت لغير مدينة. بيها هواي عرب وهواي لاجئين، محلات يعني وماركتات، كل شي، مطاعم. مدينة كلش حلوة. وهاي الحديقة العامة مالتها، الحديقة العامة هاي يعني كلش كبيرة، تعتبر غابة وبيها هواي بحيرات. يعني شوف هسه هنا بحيرة عندنا، من الجهة الثانية هسه هم اصور لكم اياها. وهواي يجون عالم يعني يصورون هنا، يتمشون. ان شاء الله يعجبكم هذا المكان. هسه نروح نصور لكم من غير مكان. ما هنا الارنب والغراب يتعاركن. شردين الغراب، طلع اقوى من عندنا. يا شباب قلنا لكم بحيرات بيها هواية، بس هنا هم عندنا بحيرة، وهم بيها دجاج مي والوز هناك بالاخير صارن بعيدات عني. هذا جسر من هنا، هاي الحديقة، وجاي يشتغلون بيها، هم جاي يسوون بيها شغلات هواي حلوة. هنا يعني بدايتها تصير من يم قريب على البناء، هناك مكان قاعدة. وهاي المدينة من هاي الصفحة تصير. مكان كلش حلو، خاصة بالصيف. يعني المكان يكون أجمل بالصيف. هاي الأشجار كلها تصير خضراء، تلقى عالم هواي. وهاي الأشجار كل وحدة عمرها 200 سنة، 250 سنة. هاي السمك مالتها تقريبا 1.5 متر دائرة، بس ما يبين بالتصوير. اشكالهم حتى الشكل مالهم مخيف مرعب. انواع الطيور هنا ليش؟ يعني كلها بحيرات وبيها يعني هذا الاسماك فيجن، وما حد يصيدهن، ما حد يعني يعتدي على هاي الطيور. فشوفها مثل الطيور
المنزلية، شلون يعني احنا نسميها دجاج عرب او طيور عرب. تعلمات بهذا المكان. شوفوا عالم بايسكلات، عالم تركض، عالم تمشي. هسه نروح ناخذ لنا فرة بالمدينة. شباب ما قدرت اصور لكم المدينة، عالم هواية واستحي من العالم، فقلت شوي ابتعد عن العالم. هنا أنا جيت لمحطة القطار، هاي محطة القطار والبانهوف وهنا أنا موقف الباصات، وهذا شارع البانهوف. طبعا هذا شارع البانهوف بمحلات يعني هواية عراقيين. مطعم، هاي المطاعم من الصفحة عراقيين. حلاق، هنا أنا ولد حلاق عراقي. هذا المطعم كردي. سوبر ماركت همينه ولد سوري هناك. بالليل تصوير كلش حلو بالليل. الباصات ما يحتاج تسأل هذا وين وهذاك وين، تعرف الرقم مالته والاسم مكتوب عليه. وهنا محطة القطار. العالم ازدحام، وما اعرف القطار مالتي وين صار، لازم اسألهم هسه، لان من جيت تاخرت هواي تقريبا ساعتين وغيروا السكة، يعني غيرت على غير سكة جينا، كانت واقعة شجرة، اكو اشجار بالغابات، فهاي القطارات تفوت بالغابات، كانت واقعة شجرة وعلى السكة وما قدرنا، فرجعنا للمدينة وبعدين رجعنا صعدنا بغير قطار وجينا لهاي المدينة. لازم نروح نسألهم هسه نشوف المحطة مالتنا عليها